ازيكم يا جماعة؟ لو انتم من عشاق الكورة ومتابعين لبول بوجبا عندي لكم خبر حلو جدا. هقول لك كل حاجة في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب وصلي على حبيبك النبي ويلا بينا. بوجبا النجم الفرنسي اللي اتعرض لعقوبة قاسية جدا بسبب المنشطات أخيرا حصل على خبر ممكن يغير مسار مسيرته الكروية تماما. بدل ما كانت العقوبة بتاعته 4 سنين اتقلصت ل 18 شهر بس، وده يعني إن احنا هنشوفه في الملاعب تاني قريب. وعلى فكرة في خبر تاني مهم، الإعلامي خالد الرشيد كشف إن كان في نادي سعودي كبير جدا مهتم بالتعاقد مع بوجبا قبل العقوبة. قولوا لي انتوا رأيكم، تفتكروا إن النادي ده هيرجع يفاوضه تاني بعد ما يرجع ولا لأ؟ قولوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وبرضه بفكرك ما تنساش تعمل لايك لو لسه ما عملتش. بوجبا لسه مع يوفنتوس لحد 2026، لكن فكرة انتقاله للأندية السعودية خصوصا الأهلي والاتحاد كانت موجودة من الصيف اللي فات وبدون تأكيد أو نفي. تفتكروا هنشوفه قريب في الدوري السعودي؟ قولوا لي رأيكم. رجوع بوجبا القريب ده للملاعب ممكن يغير حاجات كتير جدا في الكورة. بوجبا لاعب كبير وتقيل ودايما بيحط بصمته. بس كده، ده كان كل اللي عندنا. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف الفيديوهات اللي جاية، وصلي على حبيبك النبي، واشوفكم في فيديو جاي. سلام.